السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الغريبيه ديال البهله اللي كتجي لذيذه بزاف على الطريقه ديالي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. عندي هنا 125 غرام ديال الزبده، من الافضل تكون زبده من نوعيه جيده. غنضيف عليها 125 غرام من السكر. غنخدم هاد المكونين مزيان حتى نتحصل على واحد البوماد على هذا الشكل هذا. غنضيف هنا كأس مع مرش ديال الزيت النباتيه وغنخدمها مزيان وغندخلها في الخليط. وغنضيف هنا السكر فانيلا. صافي هنا غادي نخلط مزيان حتى ينسجموا لي العناصر. تقدروا تضيفوا هنا في هذه المرحله واحد الملعقه صغيره ديال القرفه، انا نسيتها ما ضفتهاش. نتوما تقدروا تضيفوها، كتعطي واحد النكهه مزيونه لهاد الحلوى. ضفت هنا كاس ديال الزنجلان اللي عندي محمر او مصهد في المقله. غادي نخلط مزيان حتى ينسجم لي مع الخليط. غنضيف هنا نص كاس ديال اللوز اللي حمرته في المقله وهرمشته. غنخلط مزيان حتى ينسجم لي مع الخليط. وغنضيف نصف كاس من اللوز اللي فسخته في المطايب وقليته وطحنته، وغنضيفه للخليط وغندخل مزيان حتى ينسجم لي مع جميع المكونات. فوقاش ما كنزيدو شي مكون كنخلطو مزيان باش كينسجم مع جميع المكونات. وغنضيف هنا واحد الكاس ديال اكاجو اللي عندي مطحون، اكاجو مالح اللي كيتباع عند مولين الفواكه الجافه. كنضيف الخليط وكنخلط مزيان حتى ينسجم لي مع الخليط، كيعطي واحد الاضافه مزيونه ولذيذه لهاد الحلوى هذه. غنخلط مزيان حتى ينسجم لي كذلك مع الخليط على هذا الشكل هذا. وصافي وغنبدا نضيف في الدقيق كيبقى عندكم ميزانكم. تقدر تدخلكم 500 غرام، تقدر 400 غرام، تقدر 600 غرام على حسب الخليط ديالكم. كنبقى نضيف بشويه بشويه حتى كنتحصل على واحد العجينه متماسكه حدد تجمع لي كنوقف يدي. وكنضيف هنايا واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. وكنبقى نجمع الخليط ديالي على هذا الشكل، فقط كنجمع ما كنعجنوش، فقط كنجمعوا العجينه. وكنضيف هنا الرشه من الملح وكنبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى تجمع لي الخليط. صافي هنا من بعد ما تحصلت على هذا العجين على هذا الشكل هذا متماسك يتجمع، عي كتجرب في يدك كيتكور لك في يدك. صافي هذه هي العجينه، ها كيفاش كتكون رطيبه. صافي دابا غادي نصنع منها كويرات وغادي نوضعها في الصينيه ديال الفرن وغندخلها تطيب على درجه حراره 180. كنشعلها من فوق ومن تحت مع الفرفاره باش كتشقق لي. واللي ما عندوش الفرفاره كيطيب فقط من فوق حتى كتشقق، عاد كيشعلها من تحت على هذا الشكل هذا. صافي هنا هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبيه ديال البهله ديالنا. كتجي لذيذه بزاف وبنينه بمذاق رائع. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. شكرا لكم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله.